أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. تعالوا نناقش مع بعض أهم ما يحدث معنا في أسواق الأسهم الأمريكية خلال الفترة الحالية بعد حالة التخبط اللي بتمر بيها الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب، وده ظهر بشكل واضح في الكثير من المناسبات خلال الفترة الأخيرة. لكن خلونا نقول إن التأثير اللي بنراه واضح حتى الآن هو سلبية أسواق الأسهم الأمريكية، وأيضا السلبية الموجودة معانا بالنسبة للدول الأمريكي. وتعالوا نتكلم عن أهم النقاط الموجودة معانا بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية. خلونا نتكلم في النقطة الأولى، وهي استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة. وخلال الأيام اللي فاتت ظهر عندنا كمان بطء في النشاط التصنيعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وده بيخلينا أمام احتمالية الوصول لسيناريو الركود التضخمي، لأن تباطؤ النشاط التصنيعي معناه ان هو هينعكس طبعا على النمو داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لما بيكون عندنا تباطؤ في النمو مع ارتفاع التضخم، ده بيخلينا نروح لسيناريو الركود التضخمي، خاصة ان احنا عندنا احداث كتير جدا متداخلة خلال الفترة الأخيرة. لو اتكلمنا مثلا عن التعريفات الجمركية، الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل تطبيق التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، وكمان دونالد ترامب زود التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 10% عشان يصل إجمالي التعريفات الجمركية على الصين منذ تولي دونالد ترامب ل 20%. وبالتالي كان عندنا تعريفات انتقامية. وإيه هي بقى التعريفات الانتقامية؟ التعريفات الانتقامية هي الإجراءات المضادة اللي بتتخذها الدول اللي بيتم فرض التعريفات الجمركية عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي شفنا تعريفات جمركية من كندا على الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا تعريفات جمركية من الصين على الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا تعريفات جمركية من المكسيك على الولايات المتحدة الأمريكية. وكندا بالفعل عندها 155 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بشكل فوري تنفيذ التعريفات الجمركية على 30 مليار منهم، وكمان 3 أسابيع تقريبا هيتم فرض باقي التعريفات الجمركية على 130 مليار دولار من الصادرات اللي بيتم تصديرها من كندا للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ده هيسبب أزمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ليه بقى؟ أولا، فرض التعريفات الجمركية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية معناه إن الطلب على السلع في الولايات المتحدة الأمريكية من الدول اللي بيتم فرض التعريفات الجمركية عليها هيقل بشكل كبير، لأن السلع دي أصبحت أغلى بصورة كبيرة، وبالتالي هيتم الاستغناء عن كثير منها، وبالتالي زيادة المعروض في الأسواق داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع قلة الطلب. النقطة الثانية هي فكرة فرض تعريفات جمركية مضادة. الكلام ده هيزود تكلفة المنتجات اللي بيتم تصديرها أو إدخالها للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هينعكس على إيه؟ هينعكس على التضخم. فإحنا عندنا انعكاسين مباشرين: الأول على معدلات نمو بسبب إن الطلب هيقل والمعروض هيزيد، والتأثير الثاني هو على التضخم بسبب إن الأسعار هتزيد، وبالتالي ده هينعكس أو هيسمع في التضخم بشكل مباشر. وبالتالي تباطؤ في النمو مع استمرار ارتفاع التضخم بشكل كبير ده معناه ركود تضخمي. فهل هنشوف فعلا ركود تضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية ولا لأ؟ ده اللي هنتابعه الفترة الجاية. عندنا كمان أزمة بتعيشها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترات الأخيرة، وهي ارتفاع التضخم مع استمرار الفدرالي الأمريكي على معدلات فايدة مرتفعة. وهنا الفدرالي الأمريكي هيكون عنده مشكلة كبيرة جدا لو حصل تباطؤ في النمو. إيه هي المشكلة؟ لو حصل تباطؤ في النمو، فالفدرالي الأمريكي عشان يقدر يحارب التباطؤ ده فهو هيكون مضطر ان هو يخفض معدلات الفايده، وده دايما السلاح الامثل في محاربه النمو المنخفض. لكنه في نفس الوقت وقتها هيستغنى عن التضخم او هيسيب التضخم مرتفع، لان هو هيكون عنده اختيارين، لازم يختار حاجه فيهم: يا اما يختار النمو او يختار ان هو يظبط النمو او يرفع النمو، او يختار ان هو يحارب التضخم المرتفع. لكن مش هيقدر يعمل الحاجتين في نفس الوقت، وبالتالي كل ده بيأثر. احنا عندنا عامل كمان مهم بننتظره الاسبوع ده، وهو سوق العمل الامريكي. سوق العمل الامريكي كان هو الاداة اللي بيعتمد عليها الفدرالي الامريكي في الاستمرار على معدلات الفائدة المرتفعة. ليه بقى؟ لانه طول ما عنده النمو جيد وطول ما عنده سوق عمل قوي، اذا هو الاقتصاد قوي.
ولما يكون الاقتصاد قوي إذا فكرة معدلات الفائدة المرتفعة هي غير مؤثرة. لكن لو حصل تراجع في النمو وده المتوقع، وحصل كمان تراجع في سوق العمل مع الأخبار اللي هتصدر خلال الأسبوع الحالي، معنى كده إن الاقتصاد الأمريكي بدأ يدخل في أزمة، وبالتالي هيبتدي يتم التفكير في فكرة خفض معدلات الفائدة بوتيرة أسرع. التأثير ده بقى كله عامل ازاي؟ التأثير ده كله حتى الآن على أسواق الأسهم الأمريكية يعتبر سلبي. أسواق الأسهم الأمريكية كان أدائها جيد جدا خلال الفترات اللي فاتت، كنا متوقعين كمان إن الأداء يكون أقوى مع عمليات خفض الفايدة اللي هتحصل، لكن عمليات خفض الفايدة ما حصلتش، وكمان ظهر عندنا بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي أو توقعات بوجود تباطؤ في النمو الاقتصادي، وعندنا توقعات بالفعل إن الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بنسبة 1.3%. فالاسواق ابتدت تسعر ده خلال الفتره الحاليه، وابتدى يحصل عندنا عمليه تراجع قويه بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه، من المتوقع ان هي تستمر خلال الفتره اللي جايه. وكمان نقطه كانت مهمه جدا عندنا، سهم انفيديا، السهم الرائد في الاسواق الامريكيه واللي كان بيدفع الاسواق للصعود بشكل كبير خلال الفترات اللي فاتت، السهم ده كمان بيتاثر بصوره كبيره خلال الفترات اللي فاتت بالرغم من قوه نتائج شركه انفيديا، لكنها في النهايه جاءت اقل من التوقعات المتفائلة جدا بالنسبة للمستثمرين. ونحط تحت التوقعات المتفائلة دي خطوط كتير جدا. ليه بقى؟ أزمة انفيديا الوحيدة في نتائجها إن هي دايما بتصدر بشكل إيجابي لكنها بتتأثر بشكل سلبي. ليه؟ لأن المستثمرين متوقعين إن نفس الأداء اللي بتؤديه شركة انفيديا يستمر بصورة قوية، بل ويكون افضل من كده، وده مش منطقي. مش معقول ان الشركة هتظل دائما تحقق نتائج مذهلة، وبالتالي لما النتائج بتكون جيدة لكن اقل شوية من التوقعات المتفائلة جدا بالنسبة للمستثمرين، بيبتدي السهم يتأثر بشكل سلبي. وعندنا ضربة تانية تلقتها شركة انفيديا خلال الشهور الأخيرة منذ بداية ظهور ديب سيك وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصينية اللي بتعتمد اصلا على شرائح اقل، او شرائح نقدر نقول ان هي قديمه شويه من شركه انفيديا لكنها بتؤدي لنتائج جيده، وبتقدر الابلكيشنز الجديده او التطبيقات الصينيه الجديده تحقق نتائج جيد جدا مقارنه بالتطبيقات الامريكيه. ونقطه كمان مهمه، ان الصين بالرغم من ان حصل عليها قيود كتيره جدا بالنسبه للشرائح دي، لكنها قادره الى الان انها تحصل على الشرائح الجديده. وانا هنا تحديدا بتكلم على شرائح بلاكويل، احدث شرائح انفيديا. الصين قدرت ان هي تحصل عليها مش عن طريق الولايات المتحده الامريكيه، لكن عن طريق شركائها التجاريين من دول تانية. الشركاء التجاريين دول الفتره الاخيره ابتدوا ان هم يجيبوا الشرائح دي من شركه انفيديا وبعد كده يبتدوا يصدروها للصين، وده عمل ازمه كبيره في الولايات المتحده الامريكيه، لان ده معناه ان الاجراءات التقليديه اللي بدأها بايدن واستمر فيها دونالد ترامب حتى الآن غير مؤثرة، لأن بالرغم من الإجراءات دي الصين قادرة على الحصول على هذه الشرائح إلى الآن، وبالتالي الضغط على شركة انفيديا بيستمر، لأن هيظهر لها منافسين كتير من الصين، أو هيظهر تحديدا في حتة تطبيقات الذكاء الاصطناعي منافسين كتير من الصين خلال الفترة اللي جاية زي ما شفنا خلال الفترات الحالية. لكن يظل انفيديا كسهم جيد. اعتقد ان احنا بالرغم من كل اللي هيحصل هيقدر سهم انفيديا ان هو يتعافى. مقررات الربحيه وصلت لمستويات ل 25 مره، وده يعتبر جيد وبيمثل فرصه جيده لبدء تكوين مراكز استثماريه. التطلعات بالنسبه للذكاء الاصطناعي ما زالت مرتفعه بشكل كبير، ترند الذكاء الاصطناعي ما زال مستمر وما زال هيحصل فيه الكثير من التطورات خلال الفترات اللي جايه. عدم وجود منافس حقيقي بشكل قوي لانفيديا ده ايضا بيدعم انفيديا. فكره انخفاض الاسعار نفسها او انخفاض سعر سهم الشركه ممكن يكون فرصه بالنسبه للمستثمرين ان هم يبتدوا يبنوا مراكز شرائيه من جديد خلال الفترات اللي جايه، مع مقررات الربحيه اللي ذكرنا ان هي منخفضه واستمرار النتائج الايجابيه بالنسبه للشركه. فالوضع ما نقدرش نقول ان هو مأساوي بالنسبه لشركه انفيديا، بل ممكن يكون اللي بيحصل ده هي فرصه من جديد
الجديد ان السهم يبتدي يكون عليه مراكز استثماريه اكتر، ويكون فرصه لبدايه موجه صاعده كبيره خلال الفترات اللي جايه. لكن هل هيقدر سهم انفيديا لوحده خلال الفترات اللي جايه ان هو يدعم اسواق الاسهم الامريكيه، ولا كل اللي بيحصل خلال الفتره الحاليه هيؤدي الى تداعيات سلبيه بالنسبه لاسواق الاسهم زي ما بنشوف خلال تداولات الايام الاخيره؟ فمحتاج اسمع ارائكم. هل الولايات المتحده الامريكيه هتقدر ان هي تنجو من مشكله تباطؤ النمو الاقتصادي؟ هتقدر ان هي تنجو من مشكله التضخم؟ هتقدر ان هي تنجو من مشكله التضارب الموجود في سياسه دونالد ترامب الحاليه، فرض تعريفات ثم تاجيلها ثم اعاده فرضها بشكل رسمي ثم وجود تعريفات مضاده من جانب بعض الدول؟ وازاي دونالد ترامب هيقدر يتعامل مع الاتحاد الاوروبي؟ ده هيكون الفتره الجايه موضوع مهم جدا، او هيكون الموضوع الاكثر تاثيرا، لان زي ما قلنا ده مش بس هيأثر اقتصاديا لكن هيكون ليه نتائج سياسيه كبيره جدا. فده كان فيديو النهارده، اتمنى لكم كل التوفيق. كان معكم احمد اسامه، وما تنسوش تقولوا لي ارائكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.